بما اننا في العزبة فجبنا حد ينظف النخل على اساس ان الدنيا ايه تظبط ونطلع نخل، قصدي بلح حلو اهو. فجبنا واحد طلع المسافة دي كلها. بصوا هو دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ شايفين؟ بصوا اللي ورا دي بقى الباشمهندسة نورهان. الباشمهندسة نورهان بتعمل ايه؟ ما جبتش الاسترتش ما تخافيش. انا جبت احمد بس بكابتشو ونورهان بكابتشو. احنا الناس كلها هنا عايشه بكابتشو. مستشار منوري مستشار. بالجلابيه البلد. وده الدكتور احمد ودي باشمهندسه نورهان. ازيكم؟ تشوفوا الحاجات دي ولا ايه؟ ايه؟ تشوفوا الحاجات دي؟ اهلا بيكم. مين اللي بيشوف الحاجات دي؟ انت بتشوف الحاجات دي؟ طبعا على اليوتيوب على الفيسبوك. على اليوتيوب بتاعي وعلى كله. هتتنشرش. هتتنشر على الحبل دلوقتي اهو. ما بهزرش. بصوا شايفين بقى العزبه واجواءها جميله جميله. هي عند نوران ما بتحبش العزبه، نوران بتحب اللي احنا المكان اللي احنا عايشين فيه. اللي انا لسه ما قلتلكوش احنا عايشين فين اصلا. احنا عايشين فين؟ خمنوا. شايفين؟ خمنوا احنا عايشين فين. اللي يعرف بقى يقول احنا عايشين فين. ترعه البطيخ. بتبيع بطيخ. ما فيهاش بطيخ. ليه سموها ترعه البطيخ بقى؟ احنا مش عارفين. حمدي هم سموها ترعه البطيخ ليه؟ عشان مش فيها بطيخ. يعني طب ليه مش سموها ترعه الاناناس؟ عشان مش فيها اناناس. عشان الموز. الموز احلى والله. ترعه البطيخ دي جزء من مركز اولاد صقر اللي احنا تابعين ليه، اللي هي برضو جزء من الشرقيه، اللي هي اصلا جزء من مين؟ من القاهره، جمهوريه مصر العربيه، اللي هي جزء من العالم، اللي هي جزء من قاره افريقيا. قاره افريقيا جزء من مين؟ من العالم. والعالم ده يعني مش عايزه اقول لكم ان هو كثير من المجرات. احنا بقى تابعين لمجره. برافو عليك يا نورهان. مجرة درب التبانة او لها اسم تاني حد يعرفه؟ لا مش التبة، التبة دي حاجة تانية هبقى احكي لكم عليها بعدين. التبة دي مغامرات في التبة اسمها كوكب الارض يا ولاد ما تعرفوش؟ دي كوكب الارض. يا جنة قولي لي هي المجرة بتاعتنا اسمها ايه؟ مجرة المريخ. المريخ. يا لهوي اسكتي يا جنة. حلزونية. يا لهوي على اسماء. حلزونية والله واخدينها في الدراسات. اسكتي. والله واخدينها في الترم الاول في الدراسات. ما قلنا حلزونية. مجرة درب التبانة او لا ولا الضرب اللبني. ايوه الطريق اللبني. برافو عليكي يا ندى. لا ما هو سكة التبانة دي ندى كذبت معانا. ندى كذبت. برافو عليكي. حلزونية. شفتي حلزونية. حلزونية وانت اسكتي خالص. الحلزونية دي بتتقسم اللي هو لما تبقى زي التبن مسقط كده. ايوه تبن. التبن. والدي التانية زي لبن مسكوب تحسها كده. حاجه كده يعني. انا اللي درسته يا جماعه قلت ايه؟ ان احنا تابعين لمجره درب التبانه او الطريق اللبني. شويه قش. هم رايحين يجيبوا قش ليه بقى؟ علشان خاطر نولع في الحاجات دي. ده الجريد اللي جه من النخل اهو. دي بقى الترعه يا ولاد. ترعة البطيخ ما بتجيبش بطيخ. ترعه البطيخ ما فيهاش بطيخ. بصوا بصوا شايفين ما عندناش شمس النهارده. النهارده يوم ما طلعلوش شمس والراجل برضو فوق يا عيني فوق النخله اهو. تصدقي انا نسيت بنتي مسك نايمه. نسيتها والله فوق. والله نسيت مسك. احنا ما نزعقش جامد عشان ما تصحاش عشان هي على الاوضه اللي على الشارع دي. شايفين العزبه واجواء العزبه؟ شايفين النخله اللي واقفه هناك دي؟ الله. طيب شايفين الجريد وهو بيقع؟ هو بيشيل ايه؟ بيشيل ايه بقى؟ قولي يا باشمهندس قولي بيشيل ايه؟ هو كده بيعمل ايه؟ هو بيعمل كده تمرين تطويش تطويش او تنظيف بالعربيه، بس طبعا الاسم ده غلط، اسمها تطويش. تطويش؟ التطويش ده بيشيل النموات اللي اصلا بايظه، الحاجات اللي هي خلاص من زمان، الحاجات ماتت. القديمه اللي ماتت بتشيليها علشان النموات الجديده تاخد كل بقى العناصر الغذائيه فيها من النخله. هي ف... النخله دي اصلا عايشه. بص عليها كده، دي عايشه. بصي عامله ازاي هي كده عايشه. طب وبعدين كملي يا باشمهندسه.
فبيقوم يطلع بقى بلح كويس. بلح كويس ومسكر وحاجات من دي، الله. بيطلع بجودة كويسة يعني. أصل إحنا لو كنا ما بناكله. عملناش الحاجات دي، ها. الحاجات اللي هي موقعة على الأرض دي اللي هي بايظة بتاخد عناصر غذائية، فالبلح بقى اللي بيطلع بيكون صايص من غير نوى، مش كده؟ شكرا يا باشمهندسه. كان معانا الباشمهندسه نورهان عزت ابو المعاطي تشرح لنا دلوقتي طريقه تطويش النخل، وعمه فوق اهو بينفذ كله عملي. ربنا يعينه ويقويه وما يقعش دلوقتي اهو. حاسه ان النخله اصلا هتقع بيه دلوقتي اهو. ربنا يسترها. وهكذا تمت عمليه تطويش النخل، او بالعاميه اسمها ايه يا نورهان؟ تنظيف. ان شاء الله نصورها لكم لما يكون فيها بلح بقى باذن الله. باشمهندسه نورهان هنطلعها فوق هي لوحدها كده تقطف البلح كله. نادر عليا يا نورهان اعمل لك بتاع زي اللي هو ملفوف فيها دي وتطلعي تجيبي لا كتر خير. كتر خير يا بلحه. وكده تمت ايه؟ عملية تطهير. اللي فوق دي تطويش ودي تطهير. احنا جينا قلبنا كيان العزبة. هو يا دكتور احمد حاجة تقع عليك. بس كده الجريد ده بقى ناخده، المفروض احنا الناس ياخدوه يعرشوا بيه، يعملوا بأي حاجة، احنا بنولع فيه. بس كده يا حلوين، وعيشناكم برضو اجواء تطويش النخل. بس باي باي يا حلوين.